حبايب قلبي طلاب تالتة اعدادي، النهاردة هشارك معاكم تجربتي وازاي قدرت اجيب 98.5% في تالتة اعدادي. مش هقولكم نصايح تقليدية، ولكن انا هتكلم معاكم عن اللي فعلا فرق معايا في المذاكرة والتنظيم والتركيز. الدرجة دي ما جاتش معايا صدفة ابدا، وصدقوني مش بس علشان المذاكرة، لكن بسبب حاجات صغيرة كتير واسرار عملتها فرقت معايا كتير جدا، وهشاركها النهاردة معاكم بإذن الله. هنعرف النهاردة الاسرار بتاعة تالتة اعدادي اللي محدش بيتكلم عنها كتير، من اول المذاكرة لتنظيم الوقت لحد النوم والاكل، وهقول لكم كمان عن الاخطاء اللي انا تجنبتها عشان كده قدرت اجيب المجموع ده. فلو انتم مهتمين تعرفوا كملوا معايا الفيديو للاخر. تعالوا بقى نبدأ بأول جزء في الفيديو بتاع النهاردة، وهقول لكم فيه ازاي انا كنت بذاكر كل مادة. تعالوا نبدأ بالعربي. بالنسبة للقراءة كنت دايما بحب ان انا اقرأ الدروس بتاعتي كل فترة والتانية عشان ما انساهاش. كنت بحب ان انا احل الاسئلة اللي بتكون موجودة ورا كل درس، اذا كان بقى في القراءة في النصوص وفي القصة ما كنتش بهملها واجي اذاكرها في الاخر، لا انا كنت بدي كل فرع في العربي حقه وبهتم بكل فرع كويس قوي. وبالنسبة للنحو كنت بحل قطع نحو كتير اكتر ما تتخيلوا، وبصراحة المدرس اللي انا كنت بذاكر معاه في الدرس كان بيخلينا كتير قوي نقعد نحل قطع نحو، بيمرنا على اسئلة النحو كتير علشان النحو برضو عليه درجات كتير قوي في الامتحان. عشان كده انا كنت بهتم بالنحو وبرضو بباقي الفروع. حل كتير قوي، العربي محتاج حل كتير، ممارسة، ده اللي هيخليكوا تجيبوا فيه درجة عالية جدا. بالنسبة بقى للإنجليزي فأنا كنت دايما براجع الكلمات كل فترة والتانية، مش بستنى ان انا يبقى عندي امتحان او كده وبعد كده ابدأ ان انا اراجع، لا انا كنت براجع على طول. ممكن كل اسبوع كل 10 ايام ابدأ كده ان انا اراجع الكلمات اللي فاتت كلها واحل اسئلة عليها. وكمان الجرامر كنت بحب ان انا اذاكر من الملخصات اللي انا كنت عاملاها، وكنت موريها لكم قبل كده في فيديو. ارجعوا تاني للفيديو اللي انا كنت عاملاه لتالتة اعدادي، كنت موريكم فيه الملخصات اللي انا عاملاها. بجد الملخصات دي كانت حلوة قوي، كنت بذاكر منها. كنت على طول براجع الكلمات وبحفظها اول باول، مش بستنى ان انا اخلص يونت عشان اراجع عليها. كنت دايما بحب ان انا اراجع الكلمات، حتى القواعد انا كنت بهتم بيها جدا جدا. الاسئله اللي بتكون ورا كل درس جرامر كنت ما بسيبش سؤال مش محلول واللي انا مش عارفاه بسال فيه في المدرسه في الدروس ايا كان. بقى عايزين فعلا تكونوا متميزين في الجرامر، حلوا كتير. الجرامر عايز حل، مش بس عايز حفظ، هو عايز حل وتدريبات وتشوفوا الامثله المحلوله. بالنسبه بقى للرياضه فانا كنت بحل برضو عليها كتير قوي، مسائل متنوعه سهله ومتوسطه وصعبه. حتى في الايام اللي انا كنت ببقى مضغوطه فيها كنت لازم ان انا احل واجب الرياضه ده قبل ما انام، اساسي، علشان انا عارفه ان الرياضه هتتنسى. فما بيجيش عليا اليوم كده وبقول لازم حتى لو انا هموت وانام لازم اخلص واجب رياضه بعد ما اجي من الدرس وبعد كده انام زي ما انا عايزه. الرياضه يا جماعه بتتبخر، لازم تهتموا بيها. حتى لو هتحلوا كل يوم 3 مسائل رياضه بس هتلاقوا نفسكم ان انتوا اتعودتوا عليها، وبعد كده هتلاقوا ان الرياضه دي ماده سهله جدا. بالنسبه بقى للعلوم ركزت كويس قوي على الرسوم اللي بتكون موجوده في كل درس. الرسوم دي بتيجي كتير قوي في الامتحانات، كل درس بيكون فيه رسوم. وكمان بالنسبه للمعادلات كنت بحفظها بالكتابه، وبركز كويس قوي على المصطلحات والتعريفات والحاجات اللي بتكون فيها حفظ كنت بحفظها بالكتابه، وبجيب ورق وقلم وابدا ان انا اكتب الحاجات دي كذا مره لحد ما بحفظها. بالنسبه بقى للدراسات كنت بذاكر كتير قوي الجغرافيا عندنا في ثالثه اعدادي كان فيها كلام كتير قوي، كانت رخمه شويه في موضوع الخرايط. بصراحه انا كنت عشان هي كانت رخمه، فكانت المدرسه اللي انا كنت باخد عندها كانت دايما بتخلينا نحل اسئله خرايط كتير لحد ما سؤال الخريطه ده بقى اكتر سؤال انا ضمناه في الامتحان الحمد لله يعني. بس بصراحه من كتر الحل ومن كتر التدريب كنت انا داخله الامتحان وانا مش خايفه، مع ان الدراسات دي كانت اكتر ماده كل الطلاب كانوا خايفين منها، بس انا كنت حل عليها كتير قوي. كنت بشرح لنفسي الدروس كاني انا مدرسه، وببدا ان انا اشرح واسال نفسي اسئله كده على كل درس واشوف انا فاهمه ولا لا. بالنسبه للتاريخ انا حولته لقصه صغيره، ببدا كده ان انا احولها ان هي حكايه او حدوته، وكنت بسال نفسي كل درس كنت بسال نفسي اسئله واجوبه وابدا ان انا اجاوب عليها في ورقه لوحدها كده. الجزء التاني بقى اللي هنتكلم فيه وهو سر تنظيم الوقت. ازاي انا كنت بنظم وقتي في ثالثه اعدادي. كان عندي جدول مذاكره اسبوعي بحط فيه مواعيد ثابته لكل ماده. كنت بذاكر 3 مرات او 3 اوقات كنت بحب ان انا اذاكر فيها، وبقسم المواد على حسب صعوبتها وسهولتها. الصبح كنت بحب ان انا اذاكر بعد الفطار وقبل ما انزل الدروس كده، كنت بحب ان انا اراجع واذاكر الصبح بدري، وبعد كده لما باجي من الدروس كنت بذاكر اللي انا باخده في الدرس وابدا ان انا احل عليه. وبالليل قبل ما انام كنت بخليه للحاجات السهله
زي ان انا هقعد احفظ كلمات انجليزي او هراجع على حاجه معينه، او لو في حاجه عايزه الخصها بذاكرها قبل ما بنام. كنت بعمل حاجة اسمها مراجعة 10 دقايق قبل النوم. كنت براجع بس رؤوس الموضوعات او الحاجات البسيطة اللي انا بكون عاملاها في الملخصات اللي انا بذاكر منها. عايزة اقول لكم ان انا كنت بختار اوقات المذاكرة اللي فعلا انا بكون مركزة فيها، وكانت دايما بتكون يا اما الصبح يا اما بتكون بعد العصر. الوقتين دول كنت انا ببقى مركزة فيهم، ولكن اول ما باجي بقى على بالليل المغرب والعشاء وقبل النوم كده بصراحة ما كنتش ببقى مركزة قوي، فعشان كده كنت بخلي الحاجات البسيطة تبقى بالليل زي الواجبات او حفظ كلمات انجليزي او كده. وعايزه اقول لكم ان انا كنت بحب ان انا اخصص يوم الجمعه اليوم ده يكون مراجعه شامله لكل المواد. انا كده كده كان المواد بتاعتي 5 مواد بس، وكنت انا يعني ماشيه وما براكمش بصراحه. وانا في اعدادي ده انا ما كنتش براكم خالص، وكنت ببقى ماشيه مع المدرسين بالظبط، وكنت ببقى في متابعه ومراجعه، وما كنتش بقى بهمل اي حاجه بصراحه. فكنت بحب اخلي يوم الجمعه ده اقعد كده اراجع على كل اللي فاتني. مثلا الجمعه دي انا هخصص مادتين هراجعهم، الجمعه اللي بعدها هخصص مادتين تانيين انا هراجعهم من الاول لحد ما انا واقفه. وكنت فعلا بجيب الدروس من اول ما اخدت خالص، من اول ما بدات لحد ما انا واقفه دلوقتي. وبصراحه الطريقه دي ساعدتني كتير قوي، ما كانتش بتخليني ان انا اراكم اي حاجه، وبكون فاكره القديم والجديد. وبصراحه المدرسين كان دايما بيعملوا لنا امتحانات شامله في الدروس، عشان كده انا ما كنتش بنسى اي حاجه. ننتقل بقى دلوقتي للجزء الثالث، وهي الاسرار اللي انا كنت ماشيه عليها. بصراحه ما كنتش بقعد اذاكر بالخمس وست ساعات على الكتاب لحد ما احس ان انا دماغي فصلت. لان عايزه اقول لكم على حاجه، الناس اللي بتقعد تذاكر عدد ساعات طويله ممكن تكون انتوا دماغكم اصلا بتفصل وبتكون مش مستوعبه، بس مثلا بعد ساعتين بتلاقوا دماغكم خلاص فصلت وما عادش مستوعبه، بس انتوا بتضغطوا على نفسكم وبتكملوا، وانتوا اصلا ممكن تفصلوا شويه وترجعوا تكملوا تاني. ده هيديكوا يعني تحسوا كده ان في فرق حصل كده، فصلنا شويه بقى نرجع نبدا بدايه جديده. تحسوا كده ان انتوا يعني حتى فصلنا فاهمين اللي هو خلاص ارتحنا شويه بقى نرجع نكمل. فانا بصراحه ما كنتش بقعد اذاكر عدد ساعات طويله، كان اقصى حاجه انا كنت بذاكرها كانت بتبقى ساعه ونص، وبعد كده كنت بفصل وبرجع اذاكر تاني. كنت دايما بذاكر بالكتابه عشان اثبت المعلومه، وبذاكر بصوت عالي علشان دماغي سامعه كل حاجه، بشغل الحواس بتاعتي كلها. وبصراحه كنت دايما بحب ان انا الخص الدروس بتاعتي، وبستخدم الورقه والقلم في كل المواد. اي ماده كنت بذاكرها بالورقه وبالقلم وبكتب كتير قوي. ما اعتمدتش على الدروس بس، كنت بحب ان انا اراجع الكتاب على طول، كل فتره والتانيه ابدا ان انا اراجع زي ما انا قلت لكم واعمل ملخصات. كنت دايما بحط في دماغي ان انا عندي هدف ان انا عايز اجيب المجموع الفلاني. لما بيكون في دماغنا هدف او مجموع معين احنا عايزين نجيبه، بنبدا ان احنا نشجع نفسنا كل فتره والتانيه علشان نكمل ونقدر ان احنا نجيب المجموع ده. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش بخلي الموبايل ابدا يكون جنبي، ولا بقى اشعارات تجيلي وانا بذاكر، ولا اي حاجه تعطلني عن المذاكره. كنت بحب ان انا اخصص مكان لوحدي كده في جنب اقعد اذاكر فيه، ماليش دعوه باي حد، ولا بتليفون ولا بتلفزيون ولا باي حد بيتكلم ولا اي حاجه. ما كنتش بصراحه ما كنتش بذاكر وانا جعانه، عشان طول ما انا هبقى قاعده بذاكر هبقى افكر ان انا عايزه اقوم اكل، عايزه اقوم مش عارفه اعمل ايه. فكنت ببقى اكل قبل ما اذاكر، واكون نايمه كويس ولسه صاحيه من النوم وفايقه كده عشان ابدا ان انا اذاكر. كل درس انا بخلصه ببدا ان انا اعمل لنفسي اسئله واجوبه، وابدا ان انا اسال نفسي كأن انا في امتحان. كمان عايزه اقول لكم ان انا كنت بكتب اهداف صغيره يوميه اللي هي التو دو ليست، كنت بكتب فيها الحاجات اللي انا عايزه اخلصها النهارده. وممكن بفكروني ان انا في فيديو كده بوريكم التو دو ليست اللي انا كنت بعملها في ثالثه اعدادي. كنت بكتب كده كل ماده انا عايزه اذاكرها امتى وقد ايه بالظبط. كنت مثلا بقول النهارده انا عايزه اخلص درس رياضه واخلص مثلا درس نحو، وهكذا. كنت بكتب كده كل حاجه قدامي عشان ابقى عارفه بالظبط انا هعمل ايه. بالنسبه بقى للاخطاء اللي انا تجنبتها، اول حاجه ان انا ما سبتش المراجعه للاخر. تصدقوني بجد لو انا كنت سبت كل حاجه للاخر كنت هضيع بجد، ما كنتش هلحق ان انا الم اي حاجه، ولا هقدر ان انا الم المواد دي كلها، لان انا عارفه ان ثالثه اعدادي برده فيها شويه كلام كتير اكتر من اولى وثانيه اعدادي. عايزه اقول لكم برده ان انا ما اعتمدتش على الملخصات بتاعتي لوحدها، انا كنت بخليها عامل مساعد جنب الكتب بتاعتي، وكنت بذاكر من الكتب عادي. ولكن الملخصات دي كنت لما بعوز كده ان انا اعمل مراجعه سريعه كده على اي ماده كنت بذاكر منها. ما كنتش بذاكر وانا تعبانه، ما كنتش بضغط نفسي في المذاكره، كنت بدي كل حاجه وقتها وكل حاجه حقها. كنت برتاح وبعد كده ببدا ان انا اذاكر عادي. ما كنتش بضغط نفسي واذاكر بالخمس والست والسبع ساعات علشان انا نفسيا انا اللي كنت هتعب. كنتش بنزل كل يوم في الاسبوع الدروس، كنت بخلي لنفسي يوم او يومين اجازه اقعد فيهم في البيت، يكون ده اليوم اللي انا هبدا ان انا اراجع فيه، اذاكر واحل امتحانات واخلص واجباتي وحاجتي كلها. لان انا لو كنت بنزل كل يوم الدروس كنت بجد مش هلاقي وقت ان انا اقعد اراجع مع نفسي او اذاكر او احل امتحانات.
كنت دايما بتابع درجاتي في الدروس وفي الامتحانات اللي انا كنت بامتحنها في الدرس. كنت بشوف دايما انا نقصت الشهر ده في الامتحان بتاع الشهر جبت كام من 20 او اللي بعده جبت كام من 30، وابدا اشوف اقارن كده درجاتي في كل ماده واشوف انا مستواي بيقل ولا بيزيد ولا مستواي ثابت. وعايزه اقول لكم ان انا كنت بحتفظ بالامتحانات دي، والامتحانات دي موجوده معايا لحد دلوقتي. كنت دايما بحب كده ان انا اشوف واتابع درجاتي ومستواي. كنت بلزق ستيكي نوتس على الحيطه واكتب فيها كلام تشجيعي وكلام يحفزني على المذاكره. كنت بكتب ان انا هقدر اكمل، وكنت بشجع نفسي دايما من وقت للتاني عشان افتكر حلمي وهدفي. كنت كاتبه لنفسي المجموع اللي انا عايزه اجيبه قدامي على الحيطه. كنت بذاكر لنفسي كأن في حد بيختبرني، وكنت دايما بقول لنفسي كأن الامتحان بتاعي بكره. لما بحط في دماغي ان انا بذاكر دلوقتي عشان انا امتحاني بكره، فكنت بشد اكتر. كل ما بحس ان انا كسلت لا بكمل وبقوم وبتشجع وبتحفز اكتر. ولما كنت باجي احل امتحان شامل او امتحانات بتاعه المحافظات بتاعه السنين اللي فاتت، كنت بخلي جنبي وقت علشان احسب لنفسي الوقت اللي انا بحل فيه وما اطولش قوي في حل الاسئله. كنت بخصص لنفسي مثلا نص ساعه او ساعه ان انا هحل فيها المحافظه دي، وطبعا كنت بخلص قبلها لان انا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا انجز في الوقت ما اغيبش في الاسئله علشان اخلص بسرعه. عايزه اقول لكم ان انا في الفتره دي كنت الحمد لله يعني كنت مظبطه مواعيد نومي وصحياني. كنت بنام بدري وبصحى بدري، وطبعا ما كانش في مدرسه خالص، فكنت بصحى بدري وابدا ان انا اجهز الفطار بتاعي. وكنت بحب ان انا اشرب شاي بلبن كده مع الفطار، وبعد ما بخلص فطار ببدا ان انا اقوم واشوف انا عندي ايه في الجدول بتاع المذاكره بتاعي النهارده او في التو دو ليست اللي انا كاتباها، واشوف النهارده انا عندي ايه بالظبط وابدا فيه واخلصه قبل ما بنزل الدروس بتاعتي. كنت دايما بحب ان انا اخلص واجباتي اول باول لما اجي من الدروس، ما احبش ان انا اجلها لبكره ولا قبل الحصه. الكلام ده كله لو انا كنت بعمله صدقوني بجد كنت هيبقى في توتر قبل الامتحانات، وكنت هبقى يعني مراكمه حاجات كتير مش عارفه اتصرف ازاي فيها اصلا. فالحاجات دي كلها ساعدتني من البدايه. عاوزه اقول لكم ان الحاجات دي كلها كانت مجرد عامل مساعد ساعدتني ان انا اقدر اوصل وان انا اجيب المجموع ده او اجيب النتيجه دي. ولكن طبعا ده كله في الاول وفي الاخر كان بسبب ربنا وبسبب كرم ربنا وتوفيقه ليا. عشان كده قدرت ان انا انظم وقتي من اول يوم لاخر يوم في السنه، وعرفت ازاي ان انا انتظم فعلا في المذاكره وفي كل حاجه، ادي لكل حاجه حقها. وصدقوني مفيش فرق ما بين حد جاب مجموع عالي وحد جاب مجموع قليل غير هو الالتزام. انا عارفه ان كلنا بنبقى عايزين نجيب مجموع عالي وكلنا عايزين نذاكر، بس في ناس فعلا مش بتلتزم. ولكن لازم تجبروا نفسكم على المذاكره لو عايزين توصلوا لمجموع زي ده او اعلى كمان. لازم تبداوا من دلوقتي، ما ينفعش تراكموا او تكسروا لحد اكتر من كده. السر كله في ان انت ازاي تدير وقتك صح وتنظم وقتك صح من اول يوم في السنه لحد اخر يوم. لو بدات بدايه صح هترتاح في الاخر ايام المراجعه النهائيه والامتحانات. عايزه اقول لكم ان انا هسيب لكم في اول كومنت رابط فيديو ازاي تنظموا وقتكم صح في ثالثه اعدادي، وهسيب لكم كمان فيديو ازاي تذاكروا كل ماده في ثالثه اعدادي. هسيب لكم بلاي ليست كامله لكل الفيديوهات اللي انا عملتها لثالثه اعدادي هتساعدكم. لان انا بجد عايزه اقول لكم ان انا لو عملت لكم فيديوهات كتير لثالثه اعدادي الفيديوهات مش هتخلص، لان السنه دي فيها كميه كلام وفيها كميه حاجات كتير قوي، حتى فيها تجارب كتير انا عديت بيها. عشان كده ان شاء الله ناويه ان انا هكمل لكم في السلسله دي وهنزل لكم ليها فيديوهات اكتر. عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر ماده انتوا بتحبوها او حبيتوها السنه دي، والمنهج بتاعها لقيتوه لذيذ كده لما بداتوا في المذاكره بتاعها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.